سألت قبل كده نفسك ليه تستثمر في العاصمة الإدارية؟ لأن كل حاجة اتجمعت في مكان واحد، مدارس وجامعات دولية، مستشفيات عالمية، وزارات ومباني حكومية، بنوك وفنادق ومراكز أعمال، كل الصناعات هتلاقيها حواليك. الأهم من كل ده إن الطلب هناك في نسبة مستمرة، محلات تجارية، عيادات، مكاتب إدارية، يعني ترافيك عالي، استثمار آمن، عائد مضمون. بالنسبة للأسعار فهي في ارتفاع مستمر، فلو بتفكر تستثمر دلوقتي هو الوقت الصح. سيب لي أي كومنت وأبعت لك كل التفاصيل. مبدئيا هننزل الفيديو الرو اللي هنشتغل عليه، وهنلغي دي كده وننزل الفيديو اللي عملته. هنيجي نبص هنا. تمام. هنضيف الاوتو كابشن ونفتح الفونتات. نجيب الفونت ده ونكبر، نصغر الفونت سايز. بعدين هنفتح الكابشنز، هنعدي بس على الكابشنز وهنخلي سألت دي في لير لوحدها، وخلي قبل كده نفسك في لير لوحدها، ونخلي ليه تستثمر في لير لوحدها. خليهم كده بالشكل ده. بس قبل أي حاجة هنعمل شادو، نعلي البرايتنس ونظبط الأوباستي بالشكل ده. بعدين نظبط كده مكان الفونت، مكان التكست، نكبر دي كده، نظبطها بالشكل ده. وهنخلي سألت فوق الجملة كلها عشان الشادو يغطي على الجملة. جميل لحد كده زي الفل. هنعمل كنترول شيفت تي ونخليها على تستثمر كنترول شيفت في عشان تبقى في نفس المكان بالظبط. هنخلي الانيميشن بتاع التكست اللي هي قبل كده نفسك سلايد رايت او شوينج رايت. جميل. بعد كده سألت دي هنخلوها باونس مثلا. هنخلي بس دي فوق دي، وهنخلي النهاية بتاعت الانيميشن الاول بتاعها هنخلوه بلور. تستثمر خلوه في بس على مكان 2. هنخلي انيميشن الدخول بلور برضو، في العاصمة الإدارية. ونخليه على 2. سألت قبل كده نفسك ليه تستثمر في العاصمة الإدارية؟ جميل أوي. هنيجي نعمل الكورة دي بمنتهى البساطة. هنجيب أي سوليد، سوليد سودا مثلا، ونحطها كده، ونخلي الماسك دايرة بالشكل ده. هنوطي الأوباستي بالشكل ده. بعدين هنجيب سوليد تاني وليكن زرقاء، نحطها فوقيها، نخلي دي فوق دي. بعدين من الماسك نعمل ماسك دايرة، نصغره أصغر منها حاجة بسيطة، ونصغره مثلا بالشكل ده. بعدين نعمل كومباوند كليب وماسك دايرة تاني عشان نفعل ماسك كمان، وبالشكل ده. وهنخليه انفرت، ممكن نصغرها سنة. جميل أوي. هنحط عليها افكت الجلو، بس أو قبل ما نحط عليها افكت الجلو نعمل كومباوند كليب، ونعمل كومباوند كليب ده فريز. بعدين نمسح دول. طبعا احنا عملنا زي ما اتعودنا، احنا بنعمل الحركة دي عشان ما نحملش على التايم لاين بتاعنا. هنجيب افكت جلو بالشكل ده وهنصغر. جميل أوي. هي بدأت الفيديو كانت بره. هنيجي عند سألت أما اديها سنة كده، نحط هنيجي عند ترانسفورم نحط كي فريم هنا، نفسك ونحط كي فريم هنا ليه مثلا. ونفس الكي فريمات دي نحط عليهم اوباستي برضو، كي فريم الاوباستي، ونقف هنا كي فريم. بس هنيجي عند الكي فريم الأولاني نطلعها فوق بالشكل ده، ونخلي الاوباستي زيرو، ونخلي الجراف كيوبيك اوت نفسك ليه؟ يبقى مكان نفسك ليه؟ بالشكل ده. هنمد تستثمر كده. بعدين عند ترانسفورم والاوباستي هنحط كي فريم ونحذيه مع كي فريمات اللي تحتها. معلش الغي كي فريم ثواني، اقف هنا كي فريم الاوباستي وكي فريم الترانسفورم، ونيجي هنا هنضغط على الكي فريم دي عشان نقف عليها بالظبط. برضو كي فريم الترانسفورم والاوباستي. هنيجي عند الاولاني هننزل تحت شوية، بعدين الاوباستي زيرو، بعدين كيوبيك اوت. نفسك ليه؟ يعني ماشي معانا بالشكل ده. سألت قبل كده نفسك ليه عظيم اوي. هنيجي هنا هنجيبني من بره،
نحط 2 كي فريم، وعند الكي فريم التاني نجيبها من بره نوقفها هنا. حلو حلو. وهنقف عند الكي فريم دي، وهنحط كي فريم، وعند الكي فريم التانية هنطلع هنطلع بدي فوق. استنى كده. جميل. هنحط الجراف كيوبيك اوت نفسك ليه؟ بقى الانيميشن معانا بالشكل ده. ساعتها كان نفسك ليه تستثمر عظيم أوي. هنجيبها في نص الكادر بالظبط، وعشان نعرف نص الكادر هنجيب 2 جايد لاينز وهنوقفها كده. جميل أوي. هنمسحهم بقى ونحط الجراف كيوبيك اوت. تستثمر في العاصمة الإدارية؟ ساعتها كان نفسك ليه تستثمر في العاصمة الإدارية؟ بس هنأخر هنا سنة، وهنيجي هنا ونصغرها شوية بحيث نعمل أكن أنيميشن ضغطة، بريس حصل. امم لا، يبقى كده الغي ده، وهنحط 2 كي فريم. معلش، واحد كده، واحد نصغرها سنة. جميل جميل. ساعتها كان نفسك ليه تستثمر في العاصمة الإدارية؟ نيجي نظبط التكست. بصوا، عشان نظبطه الكيف شكل التكست زي الفيديو بالظبط، نحط التكست ده في باوند كليب، وهنلغي ابلاي تو اول قبل اي حاجه. متنسوش تعملوا كده. ودوبليكيت 3 مرات. هنخلي اللون دي آه اللون ده بالشكل ده، وهنخلي اللون دي درجه غامقه جدا من اللون، وهنعملها كومباوند كليب. هنجيب الماسك، نخلي ماسك سبليت، نقلبه وننزل بالشكل اللي تحت هنا، شوية فيذر كده ايه، بحيث نعمل تدرج لوني لذيذ. حلو حلو. هنيجي هنا، احنا عاوزين نعمل طريقة 3D يكون مثلا فيها كنا باينة 3D شوية كده، فاحنا عاوزين نعملها. فلو عملناها كده طلعنا فوق سنة، بصوا فاهمكم الفكرة، نطلع فوق سنة ونجيبها يمين سنة بالشكل ده. شكلها بقى لذيذ، بس عمل كي فريم تاني هنا، احنا مش عاوزين المشكلة دي. فهنيجي هنا، هنقف على الكي فريم ونطلع زي ما طلعنا، وننسخ نفس القيم دي ونحطها على الكي فريم التاني. كنترول سي، كنترول في، ارجع تاني، كنترول سي، كنترول في. حلو. هي اصلا المحور الاكس كان تمام. دلوقتي هي لونها المفروض يبقى لونها ابيض، يعني احنا ملاحظين لونها غامق شويه. هنعمل ايه بقى؟ هنلغي الشادو على اللاير دي واللاير دي، نلغي عليهم الشادو. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ تحفه. نطلع بره، ناقص حاجه واحده بس عشان تبقى ايه يعني رهيبه خالص، الجلو. ساعتها كان نفسك ليه تستثمر؟ جميل أوي. نفس الكلام في ليتس تستثمر. هعملها لكم بالمرة عشان اللي مفهمش يفهم تاني. نحطها في الكومباوند كليب، نفتح الكومباوند كليب، نعملها 3 دبليكيت أو 2 غير الليرة الأساسية، ونلغي أبلاي تو أول. وهنيجي هنا نخلي اللون أزرق، وهنا وهنخليه غامق، وهنعمل كومباوند كليب عشان نعمل افكت الجراديانت، التدرج اللوني. نفتح الفيديو، ماسك سبليت، انزل، اقلب، اقلب عادل، يا كل مرة بتزودني. افتح الفيذر شوية. جميل أوي. وهنلغي معلش الشادو عشان نسينا. نلغي الشادو هنا في اللاير دي، ونلغي الشادو كمان في اللاير دي. هنيجي هنا، هنطلع فوق شوية، شوية صغيرة خالص، ونروح يمين شوية. هنطلع بره ونحط افكت الجلو، نلعب بس في الجلو شوية عشان ميبقاش اوفر، يبقى معانا بالشكل ده ساعتها كان نفسك ليه تستثمر في العاصمة الإدارية؟ زي الفل أوي. نيجي هنا لتاني انيميشن. هنيجي هنا نزود السكيل كده مثلا، ونحط الافكت الجراف نخليه لأن كوبيك كل اوت. حاجة
نحط هنا كي فريم للأوباستي، وهنا كي فريم ونخليها صفر. لأن كل حاجة حلو حلو. عاوزين نعمل سوليد عشان نعمل الانتقالة الجميلة دي. هنعملها ازاي؟ بسيطة، اتعلمناها في فيديوهاتنا كتير قبل كده. هنجيب تكست ونعمل اد تكست، نمده بس شوية، امسح التكست ده، على الفونت سايز على الآخر، ودوس مسطرة، صح؟ متنساش تدوس مسطرة. بعدين فعل باك جراوند، ويخلي الباك جراوند اللون ده. حلو. دوبليكيت، خلي الباك جراوند لون أغمق. حلو. هنعمل Alt G، كومباوند كليب، ماسك، دايرة، نعمل كده شوية، افتح الفيذر شوية، كبر دي سنة، اعمل انفيرت. بس كده غامق أوي، احنا عاوزين نفتحه شوية. هنخلو دي درجة مش غامقة أوي، خلو درجة ايه، أفتح شوية. عظيم جدا جدا. بس الماسك، صغر الماسك سكة. الاتنين كومباوند كليب، اقف هنا واعمل فريز، امسح كومباوند كليب. تحفة يا باشا. هنقف عند الكي فريم ده. جميل. وهنعمل اد ماسك ونخلي دايرة، بس نعلي الفيذر سيكا ونصغره بالشكل ده. عظيم أوي. ونحط كي فريم هنا، وكي فريم هنا، بس عايزين نكبره بتاع سنة. لأن كل حاجة لأن لأن كل حاجة تمام. هنجيب 3 صور، أي 3 صور، وأصغرها بالشكل ده، وأضيف عليها ماسك ريكتانجل، وأخليه بالشكل ده. دوبليكيت على اللي تحت، أخليها كلها سودا. جبت على الكيرفس، خليها أسود. بعدين نزلها تحت سيكا. جميلة أوي. نصغرها سنة بسيطة عشان يدينا بس إيه، يدينا شوية شادو كده. نفتح نجيب إفكت بلور. ساعة ما بيشتغلش كويس، فاحنا هنعمل ايه عشان نخلي فيه ماسك كويس؟ على الفيذر، ممكن نصغره شوية، ونحط له بس سيكا. تحفة. تمام. وهنعمل فريز عشان زي ما اتعودنا منحملش على التايم لاين. نمسح اللير دي، ونمسح دي كمان. هنعمل لهم دبليكيت مرتين. أول واحدة دي هنخليها فوق، واحنا دايسين شيفت عشان ميروحش معانا يمين ولا شمال. تمام. والتالتة دي هنخليها ايه، تحت بالشكل ده. هنمشي مثلا كام فريم كده، نحط هنا كي فريم ترانسفورم، وهنا كي فريم، وهنا كي فريم. وهنمشي في الأول. أول واحدة هنخليها تيجي من الشمال، تاني واحدة من اليمين، تالت واحدة من الشمال. احنا بنتحرك واحنا دايسين شيفت. حلو حلو. وهنخلي، شوف بس ان التحريك عامل ازاي. لأن كل حاجة هنخلي الجراف راوندد اوت لأن كل في كل واحدة. لأن كل show all presets لأن كل rounded out. هنرحلهم بس كده سنة. لأن كل تمام. طبعا كنت كاتب تكست تحت الصور، يعني انتوا ايه، مش لازم اقرا لكم. هنعملهم كومباوند كليب، ونفعل عليهم موشن بلور، ده هيديها منظر تحفة. حاجة بس رجعت ورا بزوم اوت. نحط كي فريم هنا، معاش في مكان واحد. ونرجع شوية، نمشي شوية نرجع. بعدين نضيف افكت البلور، وهنا نحط كواد معاش في ايدز. مكان واحد. جميل اوي. بس لا، انا محتاج اخليها كيوبك اوت. معاش في مكان واحد. حلو اوي. هنقف هنا على على البلور، خلينا صفر، ونخلي هنا 50 بالشكل ده. نحط جراف كيوبيك اوت. معاش في مكان واحد. لأن كل حاجة معاش في مكان واحد. عظيم أوي.
بعد كده نجيب الصورة بتاعتنا. حلو. هنفتح ريموف بي جي، كاستم ريموفال، و هنسلكت بقى الدنيا دي كلها. نعمل ابلاي، ونقف هنا نفتح ترانسفورم كي فريم، وكي فريم هنا كمان، وهنيجي هنا ننزل تحت بالشكل ده، وكيوبك اوت. كل حاجه جمعت في مكان واحد. طبعا الكلام مش لازم اكتبه يعني، تكست زي ما احنا شايفين، في مكان واحد جاي نازل من فوق وواحد جاي من تحت، بمنتهى البساطة مش لازم نعملها. هنسلكت دول كده، وهنقص مثلا هنا. بعدين نروح عند المشهد اللي بعده، نلغي دلوقتي وهنقص هنا، وفريز فريم، يطلع بالفريز هنا ورجع على زي ما كان. نقص دول من هنا. جميل أوي. هنيجي عند دي، عند الفريز ده، ريموف بي جي كاستم ريموفال، ويحدد المكتب بالشخص بالشكل ده. هنعمل ابلاي مننساش، ونعمل دوبليكيت، بعدين نعمل هنا انفرت. جميل، جميل أوي. نفتح الترانسفورم، نحط مثلا كي فريم هنا وكي فريم في الآخر. يعني نيجي عند الكي فريم اللي في الأول ونطلع من هنا لفوق. جميل. وهنا نيجي عند نعمل كي فريمات تحت برضو. نيجي على الكي فريم اللي في الأول ننزل تحت، وهنخلي الجراف كيوبيك أوت. مكان واحد. مدارس وجامعات مكان واحد. مدارس وجامعات ونمشي معانا بالشكل ده. تعال نفعل دول. بص احنا عملنا ايه. ساعتها بتلاقي نفسك ليه تستثمر في العاصمه الاداريه لان كل حاجه اتجمعت في مكان واحد. مدارس وجامعات دوليه. ده أول مشهد عندنا. نيجي بقى المشهد ده، احنا عملنا فيه حاجتين. عملنا فيه الصور اللي تطلع فيها كلام، والهايلايت على الايد انا شرحته قبل كده في ريل، ممكن اشرحه لكم تاني. وبس. والاضاءة اللي طالعة دي مع النجمة معمول لها تراك وفيد ان وفيد اوت. هنجيب واحدة من دول، الغي بس الكلام ده ووقفها في النص. هنجيب من البريسيتس بتاعتنا، هنجيب الشكل ده انا شرحته، نخلوه هنا بالشكل ده. نلغي اللينك بين السكيل، وهنيجي عند السكيل ويدث او السكيل هاي، نعمل هنا بالشكل ده، وهننزلها تحت شوية. هنكتب عليها ايا كان الكلام، بس هنخليه فوق. جميل. وهنعمله بس شادو خفيف كده عشان يبقى باين. بعدين هنعمل دوبليكيت دي عشان نعمل افكت الهايلايت، وبالمناسبة أنا شرحه قبل كده بس هشرحه تاني. وهنجيب دي نخليها بالشكل ده، نعمل لها كومباوند كليب عشان نطبق عليها ماسك. هنفعل الماسك فيلم ستريب، خلي دي كده. جميل. ونخليها من هنا، هقول لكم ليه كمان شوية. ونمشي شوية نعملها بالشكل ده، ونخليها كيوبيك اوت. انا دوليه. مستشفيات بحب الكيوبيك اوت مدارس اوي. وجامعات دوليه. جميل. نعمل كل ده كومباوند كليب. عايزين نظهرها هنا، نستعمل تكست. واحنا مثلا عاوزين نظهرها هنا، هنخلوها مثلا هنا. التحريك انا حركت ازاي؟ انا انيميشن الجاهزة، جبت انيميشن جاهزة. حط انيميشن يعجبك، انا حطيت انيميشن بس انا ادور عليه. ممكن نحط مثلا انيميشن ده لذيذ خالص. مدارس وجامعات دوليه. هنعمل افكت بقى الهايلايت ازاي على الايد، افهمك الفكرة. هنقطع هنا، نعمل دبليكيت لدي، هنوطي الصوت، بعدين نعمل remove بيجي custom removal، وهنسلكت الايد بمنتهى البساطة. نعمل apply، بعدين من adjust هنخليها بيضة خالص. بعدين هنجيب effect اسمه نيجاتيف داخل اطار، بس هنقلل السايز والسبيد والفيرتيكال والهوريزونتال، ونخلي الفلترز على الاخر. بعدين نخليها لون زي ما احنا عاوزين، ونخلي على جلو.
بالشكل ده. لكن حاسة تقيلة خالص، فممكن من الفلتر نوطي نهدي اللعب شوية. لا لا، أنا عرفت ازاي. نفتح هنا ونخلي فيه فيلر بالشكل ده، ونوطي الأوباستي شوية. جميل. هنعملها ازاي؟ هي كده داخلة قطعة، بص دخلت وقطعت. احنا عايزين نعملها فيد ان وفيد اوت. انيميشن هنا، فيد ان واوت، فيد اوت، حسب ما انت عاوزها بقى المدة قد ايه. جميل جميل. ازاي عملنا الإضاءة دي؟ بمنتهى البساطة. هننسخ دي مثلا، ونلغي الماسك أصلا. بعدين افتح ماسك تاني، بنتول، نعمله بالشكل ده. حلو. وإيه، هنخفف، استنى، نعمل كومباوند كليب، نقلب الماسك عشان نعمله ايه، زي فيزر كده. بعدين هنقلل الأوباستي، نحط جلو عليها، نقلل بس شوية كمان. حلو أوي. بعدين ننزله هنا عند الإيد. بس هنخليها في نص الشاشة. بالشكل ده. وهنعملها معلش كومباوند كليب تاني عشان يظبط معانا التراك. بس قبل ما نعمل كومباوند كليب هنجيب بقى الصورة اللي احنا عاوزين نضيفها. تقريبا أنا مسحتها، اللي هي النجمة دي. مسحتها. هنجيب مثلا ايكون افتر افكت دي مثلا، وهنحطه هنا بالشكل ده كده، وهنحط عليه جلو. بالشكل ده. وهنخليها تعمل للإيد تراك. هنفتح التراكنج، موشن تراك، وهنخلي الموشن تراك على الإيد، ونصغره سنة بالشكل ده. ندوس ستارت، نيجي نشغل، نعمل برضه نفس الفيد إن والفيد أوت، وهكرر نفس العملية على باقي المشهد. ايه كمان معانا؟ البوكس اللي انا عملته في الحلقة اللي فاتت، فمش هشرحه تاني. الترانزيشن ده سهل جدا. بمنتهى البساطة هنعمل سوليد عادي زي ما احنا متعودين، ونخليها أزرق. حلو. نعملها كومباوند كليب، نفتح فيديو، نفتح ماسك، نفتح البين تول مثلا. بالشكل ده. بالشكل ده. بس ممكن تغمق لونها شوية من adjust. بعدين ممكن تكبرها شوية برضو، تعمل كي فريم وتخليها برا، وكي فريم تاني تخليها تعدي بالشكل ده. تبقى كده. طبعا تعمل جراف وتظبط مكانها.
بالشكل ده. فاضل ايه تاني معانا؟ طبعا التكست عرفنا نعمله ازاي فمش هشرحه تاني. اه العجلة دي طلبت مني كتير جدا، فكرتها بسيطة جدا. نرجع هنا، هنجيب تكست ونحط شرطات كتير كده. جميل. وهنفتح الكيرف، نخليه كيرف دائري كده، هنخلي لونها أزرق غامق. المهم يعني نعملها دوبليكيت ونلفها، وبعدين نعملها بالشكل ده. حاسس إن احنا محتاجين نزود الكيرف شوية، 180، وهنا 180. حلو جدا. نعمل سيلكت الاتنين وخليهم في النص ويكبرهم. ممكن نكبرهم من الفونت سايز. بلاش نكبرهم، هنعملهم الاتنين كومباوند كليب شبه كده. نكبرهم من الكومباوند كليب. جميل. وهنعمل كومباوند كليب كمان ونصغره سنة بالشكل ده. هنسلكتهم الاتنين، هنحددهم الاتنين ونعمل كومباوند كليب، بعدين نعمل فريز زي ما اتعودنا. نمسح الكومباوند كليب، بس احنا محتاجين نصغرها سنة. بعدين هنجيب البوكس بتاعنا من البريسيتس بالشكل ده، وهنعمل اندو كومباوند كليب، هنمده بالشكل ده وهنصغره بالظبط كده. نكتب عليه اي تكست احنا عاوزينه، ونخلي التكست هنا. حلو. بعدين نجيبها هنا في النص، وبعدين نلفها بزاوية 90 درجة، بعدين نجيبها هنا بالشكل ده. نفس الكلام على التكست. انا مش عارف ليه عملت كل واحدة واحدة. نعمل واحدة كمان، حددهم بالشكل ده الاتنين، وقفهم هنا واقلبهم بالشكل ده. حلو. حلو. هنجيب البتاع الزرقاء اللي كانت بتلف شكلها حلو دي، تعالى اقف هنا، تبقى تحتهم كلهم، ونخليها سكرين، ونكبرها كده بالشكل ده، ونغمق لونها سنة. حلو جدا. هنجيب أي أيقون عندنا، مش فارقة بقى أي أيقون، ونصغره ونحطه هنا. طبعا مش هيبقى واضح، ممكن تعمله شادو زي ما اتعلمنا، ممكن تعمله حطوله ديب جلو مثلا، ممكن يبقى واضح أكتر. اه بقى واضح فعلا. ونعمل دوبليكيت كذا مرة. جميل جميل. تحدد كل الكلام ده. كومباوند كليب، في شيء خطأ. ليه عمل الأسود ده؟ هي اللي عمل الأسود ده لما حطينا دي جوه كومباوند كليب. أنا فعلا في الفيديو الأصلا مكنتش حاططها في كومباوند كليب. نحددهم مع بعض كده وننزلهم تحت. حلو. حلو. وهنحط عليها البلو، نظبطه بس كده شوية ميبقاش فاقع. هنيجي نحرك مع كل كلمة، نحط كي فريم ونمشي شوية، ونحط كي فريم الأولاني، هنلفها سنة ونخليها تحت بالشكل ده، ونخليها مثلا ممكن كليك أوت. جميل. وهنيجي على ده، نفتح الأنيميشن وسلايد أب، بس هنخلي الديوريشن أبعد شوية. جميل أوي.
نمشي بقى على حسب الكلام، نحط كي فريم الروتيشن ونمشي كام فريم. نمشي كام فريم ونلف من هنا. جميل أوي. ونمشي كام فريم على حسب ما بيقول المتحدث، بعدين نلف تاني. ثواني. بالشكل ده لحد ما تظهر دي، وعلى حسب الجراف اعملهم. ممكن انا بالنسبة لي مخليهم ايزي كلهم. تعالى نشوف كده النتيجة معانا عاملة ازاي. جميل أوي. بس أتمنى يكون عجبك الفيديو، ومستني رأيك في الكومنتات، ولو في حاجة ما فهمتهاش أو حاجة في الشرح محتاجة تظبط قولي عليها وإن شاء الله أظبطها قريب. ودعمنا بالسبسكرايب واللايك، كومنت لذيذ كده، وسلام.